وصباح الأخوة المستمعين. صباحك. حياكم الله أستاذ سلطان. يعني لو تحدثتم عن محافظة ضرما من ناحية موقعها، من ناحية أيضا ما تتميز به من ناحية آثارها، تاريخها. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا سعيد بأن أكون ضيفا على المستمعين وعليكم في إذاعة الرياض. تقع محافظة ضرما غرب مدينة الرياض على بعد 60 كيلو متر على طريق الحجاز القديم، ويبلغ عدد سكانها 34,000 نسمة، وتحتضن بين جنباتها قصر الإمام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية، الذي كان للجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة البصمة الأولى بعرض موضوع القصر على سمو سيدي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وصدرت توجيهات سموه لفرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض للعمل على ترميمه والمحافظة عليه. أيضا تحتضن المحافظة بين جنباتها مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة التابع لوزارة الزراعة، وأيضا هناك مركز الجولف بديراب، كما أن هناك العديد من المتاحف الأثرية الخاصة مثل متحف الجريسي وهو معتمد لدى هيئة السياحة والتراث الوطني. كما أن محافظة ضرما تشتهر سابقا بمنتج وطني كان في الوقت السابق وقوت يعتمد عليه في غذاء الإنسان، وهو حب القمح الشهير ويطلق عليه حب ضرما. ونعمل سويا نحن الآن وزملائي في لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الفرعية على إقامة مهرجان سنوي لهذا الغرض، سيتم عرضه على أنظار سمو سيدي أمير المنطقة لأخذ الموافقة بعد انتهاء أعمال لجان على إقامته. فأهلا ومرحبا بكم. جميل أستاذ سلطان. طيب لو بنتكلم يعني عن الأماكن تقريبا اللي دائما يرغبها كثير من يعني حول المحافظة وكذا في زيارتها من النواحي يعني التاريخية وأثرية بالذات. نعم، هناك الحقيقة المحافظة يتبعها 7 مراكز إدارية وأيضا 25 قرية وتجمع سكني، وهناك العديد من المزارع الجميلة، ولكون المحافظة تقع على وادي البطين الشهير. ونظرا لقرب محافظة ضرما من مدينة الرياض فهي تعتبر من المحافظات المتنفس لمدينة الرياض وسكانها. وهناك لدينا بحيرتين، بحيرة سمحان وهناك أيضا بحيرة أخرى على الطريق السريع الرياض المزاحمية، وهما بحيرتين جميلتين أثناء هطول الأمطار يتجمع العديد من المتنزهين. وأيضا يسعدني أن أدعو جميع الإخوة من مدينة الرياض والمحافظات المجاورة لزيارة هاتين البحيرتين. كما أن هناك آثار آبار الغزيز، وأيضا طريق الحاج الشهير، يعني طريق قديم في العصور القديمة وربما في أوائل العصور الإسلام. جميل. طيب يعني ننتقل من الماضي للمستقبل أستاذ سلطان. هل هناك مشاريع في محافظة ضرما سترى النور يعني مستقبلا أو قريبا؟ نعم، شرفت محافظة ضرما ومراكزها بزيارة سمو سيدي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض قبل شهرين، وعشنا العديد من المشاريع بقيمة 100 مليون ريال. كما أن المحافظة يقع بها مشروع جبار لشركة الكهرباء السعودية في مركز الغزيز بتكلفة مالية 16 مليار ريال، وهو يغذي غرب محافظات منطقة الرياض حتى منطقة مكة المكرمة. سعادة الأستاذ سلطان السديري محافظة ضرما، شكرا لك، كنت معنا متحدثا عن هذه المحافظة. شكرا لك أستاذ سلطان.
العفو، شكرا لكم وشكرا للإخوة المستمعين، وأتمنى أن أكون قدمت شيء مبسط عن محافظة ضرما، المكان والإنسان الجميل. شكرا لكم وتحياتي. شكرا لك، يعطيك العافية. وصباح الإخوة المستمعين. وصباحك.